كلاينت اتصلت بيا، كان عندها عزومة وكانت مرتبكة ومحتارة، عايزة تظهر بمظهر شيك وفي نفس الوقت العزومة مش عندها في البيت، فهتضطر تتنقل بالحاجات دي لمكان تاني، وكانت عايزة أصناف كتير. فطلبت منها ان هي تسيب لي حرية التصرف، وهي وافقت بصراحة. فقررت ان انا اعملها صينية حضرموت شكلها شيك وسهلة ان هي تتنقل بيها من مكان لمكان، وحاجة كمان تشرفها هي وجوزها قدام معازيمها. يلا بينا نتفرج على الفيديو ونشوف عملناها ازاي. قبل ما نبتدي هنسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. اول حاجة هبتدي بيها هي الكفتة. عندي كيلو من اللحمة مضاف عليه 100 جرام من الدهون، وعندي كوبايتين من فول الصويا، دي الكوباية اللي انا استخدمتها في المعيار. بنجعها 10 دقايق قبل ما استخدمها، وبعد كده بصفيها من المية. طبعا انا مش هستخدم الكوبايتين في كيلو الكفتة، انا هستخدم كوباية واحدة في كيلو كفتة، وهستخدم الكوباية التانية في الحواوشي. وعندي 3 بصلات مفرومين ومتصفين من المية، مش هرمي المية عشان هحتاجها في التصبيع بتاع الكفتة. وعندي معلقتين من الدقيق، وعندي ربطة بقدونس لان البقدونس في اللحوم ريحته حكاية. وعندي التوابل بصل بودرة وتوم بودرة، توابل لحمة، وعندي خلطة برجر. ايوه خلطة برجر مش خلطة كفتة، خلطة البرجر في الكفتة بتعمل طعم وهم. اول حاجة هنزل باللحمة في البولة، وهنزل عليها بعد كده بمقدار كوباية من فول الصويا. هسيب الكوباية التانية عشان هستخدمها في الحواوشي. وهنزل بعد كده بالبصل، هخلطهم في بعض كويس. مش هستخدم كبة عشان خاطر انا معايزاش الكفتة تتحول عجين، لا انا عايزة كل حاجة تكون فيها زهرة. وبضيف عليها البقدونس، وبضيف عليها بعد كده التوابل وبشرة من جوز الطيب. وبعد كده ببتدي اعجن بايديا لغاية ما تتحول الكفتة العجينة متماسكة. بتاخد مني شوية وقت ومجهود عشان خاطر تخلي الفول الصويا يدخل وسط حبيبات اللحمة والبصل ويتشرب كله من بعضيه. فانتي بتقعدي تعجني فيها لغاية ما تحول معاكي العجينة متماسكة. بعد كده بضيف عليها كيس بيكنج باودر، طبعا ده بيخلي الكفتة ما تكشش معاكي في الفرن، تقعد حجمها زي ما هو. بضيف عليهم معلقتين الدقيق، طبعا كيلو اللحمة بياخد معلقتين دقيق، وبستخدم الدقيق عشان يربط الكفتة عشان ما تفكش معاكي. طبعا الدقيق ده المكون السحري اللي بيستخدم في الكفتة عشان تبقى متماسكة. بعد كده بنحطها في التلاجة، بتاخد لها ساعة او 2 عشان تريح. بعد كده بنطلع عشان نصبحها. عندي مية البصل اللي انا مرميتهاش، بضيف لها معلقة بابريكا، وبحط لها معلقتين زيت، وبستخدمها في تصبيع الكفتة. اولا بتدي الكفتة لون حلو خالص، الحاجة التانية بتديها طعم حلو وبتخليها سلسة في التصبيع. انا بستخدم عندي معلقة عادية، معلقة رز تكون عريضة، وببتدي اصبع. بحط الخلطة من تحت، وببل ايديا بمية البصل، وببتدي في تصبيع الكفتة. تمام، كل شوية ببل ايديا وبصبع الكفتة لغاية ما تاخد شكل الكفتة اللي عندي الحاتي. بكرر الحركة دي مرة تانية، هاخد قطعة تانية وانفذها بنفس الطريقة. هي اصلا ما شاء الله بتبقى عجينة سلسة وبتمشي معاكي بمنتهى السهولة. بتبصي في النهاية بتلاقي الكيلو ما شاء الله عمل معاكي تقريبا من 16 18 قطعة من صباع الكفتة، وصوابع كبيرة ما شاء الله حلوة مشبعة، وفي نفس الوقت جميلة ومضمونة وعاملاها بايديكي. بكده يكون خلصنا التصبيع. وهتبصي تلاقي ما شاء الله رمت معانا كمية زي ما قلت لكم، ترمي تقريبا 16 قطعة. هعمل ايه؟ هسويها ازاي؟ هسويها في فرن البوتاجاز، هشغل عليها من تحت لغايه ما احس ان هي استوت. بعد كده اروح اشغل عليها شويه من فوق 10 دقايق. انا طبعا حطيت طماطم وبصل
وفلفل عشان هعمل سلطة دقوس معاها. ادخل بعد كده على الحواوشي. هتلاحظوا طبعا ان المقطع بتاع الحواوشي يعتبر شاذ عن الباقيين، لاني انا للاسف انا وبعمل الحواوشي في النهاية اكتشفت ان الكاميرا بتاعت التليفون اصلا مقفولة. فانا طبعا كان عندي مقطع للحواوشي قبل كده فيديو مصوراه فاحنا استخدمناه. الحواوشي هنعمل ايه؟ هنعمل 3 بصلات، هنحط عليهم فلفل اخضر وفلفل احمر وفلفل اصفر. لو مش متوفر عندك فلفل الوان مفيش اي مشاكل، بنعملها بصل وفلفل اخضر بس. تمام، بس انا كان عندي متوفر فلفل الوان، بصراحة بيبقى ملفت وبيخلي فيه اتراكشن كده في الحواوشي، بيلفت انتباه الاطفال خالص. فانا استخدمتهم، فرمتهم، بحط عليهم بذرتين توم. بعد ما بفرمهم بجيب بولة، بكب المكونات وبكب عليها اللحمة وببتدي اعجنهم في بعض لغاية ما يتمسكوا في بعض. مش هحط اللحمة في العجان عشان انا مش عايزاه يتحول عجين، لا انا بخلي ايه البصل يتداخل وسط حبيبات اللحمة عن طريق الضغط بايدي. عايزة اقولك ان الطريقة دي بترمي كمية ما شاء الله، تقريبا بتعمل الكيلو الواحد بيعمل عندك 30 قطعة من الحواوشي، وعن طريق لحمة بلدي. كل اللي بتعمليه ان انتي بتعملي الخلطة بصل وتوابل وبتحطي عليها توم وفلفل. الريحة اقسم بالله كانت حكاية جميلة خالص، تبارك الرحمن بصراحة. وبس، وبتنزلي عليها كيلو لحمة تعجنيهم في بعض. انتي طبعا مش شرط تستخدمي 30 قطعة مرة واحدة، انتي بتقسميها كور متساوية. تقريبا وزن كل كورة فيهم بيبقى 50 جرام تقريبا. تمام، لو اكيد ما عندكيش ميزان انتي بعينك كده بتحاولي تخلي القطع كلها قد بعض، وبتحطيها في طبق فل وبتحتفظي بيها في التلاجة، بتطلعي على قد الكمية اللي انتي مستخدماها. طبعا انا هنا بعد ما عجنت اللحمة في البصل بالتوابل رحت ضفت عليها كوباية فول صويا وضفت عليها تتبيلة حواوشي. خلصناها، باجي في النهاية بعمل ايه؟ بحطها في التلاجة عشان تريح شوية، تقريبا ساعة او 2. انتي طبعا لما بتكوني اصلا عاملة عزومة او ده بتكوني يفضل ان انتي بتكوني محضرة من قبلها بيوم عشان ما تزنجيش وعشان كل حاجة تطلع معاكي 100%. فطبعا انا كنت مبلغاني في نفس اليوم، ما لحقتش ان انا اعملها قبلها بيوم، بس كان الاوردر هيطلب بعد 5 ساعات. فانا عملت عجينة الحواوشي وعجينة الكفتة وسبتهم ريحوا تقريبا ساعتين لغاية ما اشتغلت الممبار، وبعد كده طلعتهم بدأت نصبح فيهم. طبعا انا هجيب العيش المصري بتاعنا العادي، قدامك حجم 2، يا اما تفتح الرغيف يا اما تقطع حتة صغيرة مني. طبعا انا ما برميهاش، انا بستخدمها بحمسها بستخدمها كبقسماط. وبقول طبعا لبتاع الفرن ان يديني رغيف للسندوتشات. يعني ايه للسندوتشات؟ ان هو يكون مفرغ من جوه. وبقطع كورة من الحواوشي وبدخلها وبضغط بايديا لغاية ما اخليها متساوية، وبجيب فرشة من الزيت وبدهنها من فوق وتحت. وبعد كده بفرش ورقة من الزبدة في الفرن وبضيف عليها الحواوشي، بشغل عليها من فوق من تحت. بدخل بعد كده على خلطة المحشي بتاع الممبار. عندي كيلو من البصل مفروم، بنزل عليه بملح وفلفل، وبنزل عليه فلفل اخضر يكون حراق عشان خاطر الممبار بالذات لازم يكون سبايسي، من الحاجات اللي هي لازم تتاكل سخنة. اما لو انتوا ما بتحبيش الفلفل في البصل خلاص ما بتحطوهوش يعني. وبعد كده بحط رشة من فلفل اسود وبقلب فيها شوية لغاية ما تاخد معايا اللون الذهبي وتتكرمل. بكون في الوقت ده جهزت انا تومة بحب احطها في البصل قبل ما احط الطماطم بحاجة بسيطة، بصراحة بتخلي ريحة الاكل تبارك الرحمن جميلة خالص. بديها ثانية كده وبنزل بعد كده
بالطماطم المعصورة. انا عندي هنا كيلو من الطماطم، لان الممبار بياخد حشو كتير وبيحب الصلصة كتير عشان يبقى احمر، فبالتالي بياخد كيلو بصل وكيلو طماطم، وما بين كيلو ونص رز ل2 كيلو لو هتعملي الكيلو كامل. بعد ما تسبكت معانا ورشحت الزيت كده، هجيب بولة هنزل فيها بالصلصة كاملة، وهنزل فيها بالخضرة. وطبعا انا عندي كيلو رز اتغسل واتساب لغاية ما ينشف، بس مش للنهاية عشان ما يتكسرش، يبقى فيه سنة مية، وبخلطهم ببعض وبنزل عليهم بعد كده بالتوابل. على فكرة يا جماعة، انا بحب دايما صلصة المحشي تكون كتيرة عشان يبقى لون المحشي احمر. مبحبش المحشي خالص تبقى وحدة الرز فيه كده بيضة، وبتبقى مش حلوة بصراحة. المحشي بالذات لازم ياخد حقه في تسبيكه وفي خضرة، دول اكتر حاجات ممكن تكون فيه زهرة. دي العوامل اللي بتخلي المحشي ليه ريحة وطعم مختلفين عن اي حد، اللي هي ان انتي تكتري الصلصة بتاعته وتكتري الخضرة اللي هي كزبرة خضرة وشمار. وهنا بحط معلقة من الكزبرة الناشفة وبقلبهم في بعض، وبنزل عليها بوحدة مرقة وشطة وتوم بودرة وبصل بودرة، عشان خاطر طبعا زي ما قلتلكم الممبار بيحب يكون سبايسي. انا عندي هنا كيلو من الممبار. سبق ان احنا نزلنا فيديو لتنظيف الممبار قبل كده. بصي ما شاء الله، الله اكبر، الممبار قطنة حاجة تبارك الرحمن. بعمل ايه؟ بجيب سكينة تكون حادة وببتدي اقطع الممبار قطع متساوية، بمسك طرف الممبارة بصباعين الاتنين وبثبتهم كويس، وببتدي بصباعي الكبير اضغط الرز لجوا. طبعا دي انا بالنسبة لي اسهل طريقة ممكن احشي بيها الممبار. في ناس بتستخدم طرق تانية لحشو الممبار، بس انا بصراحة بفضل الطريقة دي، وبحس ان هي اسهل طريقة بالنسبة لي لاني ايدي خدت عليها. بمسك الطرف وبصباعي الكبير ببتدي اضغط لجوا، وما بملاش الممبار خالص، وبخلي الطرف من الجنب من هنا ومن هنا فيهم سنة فراغ. طبعا فترة ما انا كنت بحشي حطيت حلة على النار، حطيت فيها بصل وتوابل ومعلقة صغيرة من الصلصة، ونزلنا فيها الممبار اول ما غليت. الممبار بياخد نص ساعة لو كان ممبار عجالي صغير، لا لو كان كبير بياخد من ساعة الا ربع لغاية ساعة. بس كل شوية بقلب فيه وبشوف، لو حسيت ان الواحدة اتقطعت معايا واستوت كده تمام، لاني خلي بالك في ثانية ممكن بص تلاقي الممبار كله فرجع لو زاد ثانية سوا، فلذلك لازم تاخدي بالك عليه. عندي هنا طاسة بسخن فيها الزيت، وبكتر الزيت عشان خاطر الممبار ياخد اللون الاحمر من بره. عند ما اخد اللون اللي انا عايزاه بقلب على الناحية التانية لغاية ما بخلص الكمية كلها. بعد ما طلعنا دول بننزل بالجزء التاني اللي فاضل معانا من الممبار عشان يتحمر. وبعد ما بنطلع من الزيت بحط له رشة ملح خفيفة وفلفل وكزبرة ناشفة. نيجي بقى لاخر حاجة اللي هو الرز البسمتي. عندي هنا بصلة مبشورة بنزل بيها وبقلب فيها لغاية ما تاخد اللون الذهبي، وبنزل بيها على فلفل وعلى جزرة مبشورة. عندي هنا كوبايتين من الرز، ده رز فريش يا جماعة، الميزة فيه ان هو رفيع وطويل وبيطلع مفلفل. بتنقعيه حوالي 5 دقايق قبل الاستخدام. انا جربت انواع رز كتير بصراحة، مرتحتش الا في رز فريش، لان بيطلع واحدة واحدة ومفلفلة كده وجميلة ورفيعة. في انواع تانية بتشرب المية وما بتبقى مش لطيفة خالص. عندي هنا الرز البسمتي، كوباية الرز بتاخد كوبايتين مية،
فانا هنا عندي كوبايتين من الرز، فضفنا ليها 4 كوبايات من المية، وهضيف سنة ملح ومرقة واغطي عليها واروح موطية لغاية ما يستوي. في النهاية تبارك الرحمن الرز طالع حاجة الله اكبر. بكده يكون خلصنا كل التجهيزات بتاعتنا. معلش بقى نسينا نصور المقطع بتاع السمبوسة، هعملكم مرة سمبوسة لوحديها في فيديو بكل انواع حشواتها. وقلت هنا عندي شوية بطاطس بومفريت. بكده يكون جهزنا كل حاجة عشان نرص الصينية بتاعتنا. طبعا رص الصينية يا جماعة بالنسبة لي انا بيديني احساس اقسم بالله كأني برسم لوحة فنية، ببقى حاسة كده بفرحة غريبة. اول حاجة بعملها بنزل بالرز البسمتي على الصينية، وطبعا بفرد الرز البسمتي، وبعد كده مفروض بضيف عليه مكسرات، بس صاحبة العزومة كانت ما بتحبش مكسرات فطلبت مني ان انا ما اضيفش. ما شاء الله الله اكبر، لو احنا شفنا حلة الرز ما فيهاش واحدة بس لزجت. تبارك الرحمن العيار مظبوط نت بالظبط. كل كوباية رز وتاخد كوبايتين مية، ده معيار الرز البسمتي. هنفرش على الصينية كلها الرز، وهنبتدي بعد كده نضيف الحاجات الباقية معانا. هننزل بالممبار. بقى الرز ده شيء يرجع ليكي انت بقى، على حسب ما بتحبي، على حسب ما عينك تجيب في اللحظة دي، على حسب ما دماغك تعمل معاكي. سيبي نفسك بقى تبدعي زي ما انت عايزة. انا بدأت عندي بالممبار. بعد ما بخلص كمية الممبار باجي من الناحية التانية بنزل بصوابع الكفتة. بعد ما بخلص صوابع الكفتة ببتدي شوية بشوية ارص معايا السمبوسة على جنب واحد، او بحاول ان انا افرشها في الصينية بشكل يكون شيك وملفت. هنكون خلصنا كده كل حاجة. طبعا هنجيب رغيف الحواوشي، هقطع رغيف الحواوشي عندي 4، وهبتدي احط دور داير على حدود الصينية لغاية ما اخلص الحواوشي. وفي النهاية خالص في القلب بنزل بالبطاطس البومفريت، وعندي عود من الكزبرة الاخضر بستخدمه في التزيين او جزر. طبعا ما شاء الله الله اكبر، لو شفنا الحشوة بتاعة الحواوشي ازاي متماسكة من جوه قطعة واحدة. وبصي الفلفل الالوان ظاهر في قطع الحواوشي مدي شكل تحفة. هبتدي بقى ارص السمبوسة اللي فاضلة على حدود الصينية لغاية ما اخلصها كلها. وزي ما قلنا في القلب هننزل بالبطاطس البومفريت. طبعا انا في الجنب كنت محضرة سلطة الطحينة، خلطة حلوة، وسلطة الدقوس المخصصة للرز البسمتي. بكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. يا رب يا رب تكونوا استفدتوا مني، يا رب يكون عجبكم. لو عجبك الفيديو ياريت ما تبخليش عليا بلايك واشتراك وتفعل الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد، وما تبخليش عليا بكومنت حلو يعوضني التعب بتاع اليوم. طب تعالى نشوف مع بعضنا الصينية ونبتدي ندوق. طبعا بعد اذن الكلاينت صاحبة الصينية احنا اخدنا واحدة من الممبار دوقناها عشان نشوف طعم الممبار وازاي الرز مفلفل من جوه، ودوقنا الحواوشي مش عايزة اقولك في قلبك، وكمان دوقنا الممبار هتبصي تلاقي حباية الرز من جوه مفلفلة ما شاء الله الله اكبر. وبصي اللون احمر ازاي. كنتم مع صناعة السعادة ام كيان.